الدكتور عبد الحميد النجدي وحكم منكر الإمامة. لهم نسأل الله تعالى لهم الجنة. والقضية الأخرى التي أردت أن أبينها، وهي قضية قد حدث فيها لبس بالنسبة لبعض الأخوة، وهي قضية من لا يؤمن بالإمامة من إخواننا أهل السنة. فنحن في معتقدنا أن الإمامة ضرورية من ضرورات الدين ونؤمن بها. الذي ينكرها من أهل السنة يعتبر مسلما طبعا ومؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد والقرآن والصوم، لكنه لا يعتبر مؤمنا بالإمامة. والقرآن الكريم عندما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله ذلك البلاغ، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني بهذا التبليغ بإمامة علي بولاية علي كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن إخواننا من أهل السنة هم مسلمون، مؤمنون بالتوحيد، مؤمنون بالنبوة، مؤمنون بالمعاد، مؤمنون بالقرآن، مؤمنون بالكعبة المشرفة، بالصلاة، بالصوم، إلا قضية الإمامة التي هي محل الخلاف. هذا الذي يريد أن أبين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. أنت في قولك هذا إما تجهل مذهبك، سامحني بهذه الصراحة، وإما تعمل بالتقية وتكذب على المسلمين، لأن أئمتك يقولون غير ذلك. الإمامة عندكم من أركان الدين، ولهذا السبب بالذات قلتم بتحريف القرآن، لأن في القرآن لا يوجد فيه إمامة، ولذا قالوا جعلوها الركن الخامس، وقالوا لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الكافي الكليني، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام. فضلا من هذا كفروا كل من أنكر إمامة الاثنى عشر باتفاق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. قال: ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما، أي أبو بكر وعمر، في الإسلام نصيبا لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ينقلون عن الصادق كما في البحار، جعفر الصادق، نعم، الجاحد لولايتنا أو لولاية علي كعابد وثن. الجاحد لولاية علي بمعناها الشيء كعابد وثن، أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، وذكر 72 حديث في هذا الباب. وابن بابويه القمي، وهو من رؤساء المذهب، في رسالة الاعتقادات، وهو يسمى الدين الإمامية، والحقيقة هذا المذهب الدين مستقل، وهم يقولون وهم يعترفون بذلك. اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. نصدق هذا الذي يتقي أم نصدق إمامه الذي لم يكن يتقي؟ واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحد من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من هو هذا؟ هذا ابن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات، وهو الشيخ المذهب، وهذا ينقله أيضا البحار المجلسي مجلد 27 صفحة 62. وقال نعمة الله الجزائري، وما صفته، وهذا خاتمة المحدثين عندهم: إننا لم نجتمع معهم، خلافا لما يقول ويتقي، لم نجتمع مع أهل السنة والجماعة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وقال المفيد: من نصدق هذا الذي يتقي ويجامل أم نصدق أئمتهم؟ اتفقت الإمامية، ادعوا الإجماع، اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. هذه الآراء المتطرفة الغالية كان يرد عليها الإمام المبجل المكرم إمام جعفر الصادق. نعم. إذن